السياسي فينا نقول إنه العنف ضد المرأة في السياسة هي ظاهرة واضحة إلى حد كبير، ولكن بأداة مبطنة وفي كثير من الأحيان، وهو بيمثل شاغلا حقيقيا وخطيرا لجميع العاملين على تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. العنف ضد النساء الناشطات سياسيا يعد بناء الديمقراطية المستدامة وقادرة على الصمود. لما نحن بنعد مشاركة المرأة سياسيا أكيد ما فينا نحقق الديمقراطية اللي نحن بدنا إياها. من شأنها أنه تستفيد من السياسة المبنية على الدمج والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فهو يشمل جميع القطاعات السياسية ويستهدف النساء سواء بشكل شخصي أو من خلال أحد أفراد الأسرة بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، بصرف النظر عن أدوارهن السياسة أو أعمارهن أو خلفياتهن أو مركزهن. أما تعريفنا الاصطلاحية إذا بدنا نجي كمصطلح، العنف هو سلوك مادي أو معنوي يعني تتبعه قوة أو إيذاء جسد، يعني هو يكون شخص قوي يعني معنويا أو ماديا يسيطر على الطرف الثاني. إنه ما بتكتمل السياسة إلا بوجود النساء، إذا بدنا نجي نقول سياسة كاملة بوجود الرجل فقط هاي السياسة ناقصة. ماشي إنه النساء هن اللي بيجلبوا قيم وآراء ورؤية مختلفة، كمان بيضيفوا يعني معايير أكثر تنوع في عملية صنع القرار. لما بكون المرأة والرجل متساويين بمكان صناعة القرار بتشوفي هالقرار بيكون فيه ديمقراطية وعدل أكثر. يا بيحاولوا إنه يعني دوم يعطوا صورة غلط للمرأة، إنه المرأة هي تكون غير قادة، إنه تكون الأولى أو القائدة، إنه تكون الريادية، يعني إنه في شغلات كثيرة إنه مثلا ما بيشوفوا إنه القيادية تكون موجودة. يعني نحن أكيد لما رفيقات نحن عم نحكي، يعني نحن عم نحكي بشكل عام على وضع المرأة بالوضع السياسي، بس إنه بأغلب الأحزاب اللي مثلا موجودة بالطرف الثاني لما بنروح بناخذ إنه في مكتب مرأة، بس للأسف المرأة بتكون شكلية بهالأحزاب الموجودة. على هالأساس دوم إنه النظرة للمرأة إنه المرأة هي غير قادرة تكون قائدة، ودوم بيحاولوا إنه ينزعوا الصفة الإنسانية عن النساء القويات والقادرات. مثلا إذا شفتي مرأة كثير قوية بالمجتمع إيش بينادوها إنه هي مرأة مسترجلة. المحور الأساسي لندوتكم العنف السياسي. كانت المرأة منذ صغرنا لم يعترف فينا كمعروف أننا نفهم السياسة. كنا بعيدين كل البعد حتى عن قراءة القرار السياسي أو فتح نقاش في الموضوع السياسي، حتى الاستماع من خلال التلفاز كانت الأخبار السياسية، الأخبار العامة لجميع الدول المتعلقة بالمجتمع. كانت المرأة محرومة، والسبب الأساسي هو كان رب الأسرة. نرى الآن نساء رجال يكونون في جميع الاجتماعات أو جميع المحاور السياسية، ولا يكون لهم الدور البارز بهذه الاجتماعات، ويكون أصحاب قرار حاسم من أجل إيجاد حل بجميع الشعوب المضطهدة. لابد تماما لتحقيق مثل ما بيقولوا استقرار وحالة نفسية للقضاء على كل ظواهر العنف، لابد من تحقيق مجتمع له كفي وظروف ملائمة لتحقيق عدم وجود هذا العنف. ان العنف لا يولد بشكل مثل ما نحن بنعتبره انه بشكل مثل ما بقولوا بيربط في شكل مباشر، فهو يولد نتيجه الظروف اللي ولدت ذلك العنف. فتاثير العنف دائما على الواقع الاسري له تاثير سلبي.